السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مشاهدي ومحبي سي ار تي في كل مكان، ويوم جديد وكلام جديد في الكورة. طبعا كان قبل البرنامج على طول كان في الزميلين أحمد سعيد وسامي عبد الراضي، وحوار مطول مع الكابتن شادي محمد في الأحداث الأخيرة والأزمة الأخيرة اللي حصلت مع الكابتن شادي محمد. أعتقد أن الكل تابع كابتن شادي محمد من خلال برنامج قد الدنيا مع الزميل أحمد سعيد والزميل سامي عبد الراضي. النهارده الحلقة بتاعتنا في كلام في الكورة، يعني أعتقد أنها حلقة ممكن تكون يعني فيها بعض السخونيه شويه، او فيها بعض الكلام اللي انا من اول يوم هنا في ظهورنا على سي ار تي ما كنتش حابب ان انا انجر اليه او استدرج اليه خالص يعني. لكن الحقيقه يعني شفت ان كان لازم ان احنا نوضح بعض الامور كده خاصه. ما بحبش اكون اخد الموضوع بشكل شخصي يعني، لكن في النهايه يعني في ناس بتحب انها توصل للدرجه ديت. قبل ما نتكلم على الموضوع اللي انا بتكلم مع حضراتكم فيه ده، لازم نتكلم على نادي الزمالك كمان. النهارده الزمالك بيحقق حاجات ما حققهاش في تاريخه خالص. الزمالك لاول مره في تاريخه من اول ما انشئ سنه 1911 لحد دلوقتي يفوز 3 مرات متتاليه خارج ارضه. لاول مره في تاريخه يفوز 3 مرات متتاليه خارج ارضه في البطوله الافريقيه، مش في البطولات المحليه او في البطوله كاس مصر او طبعا بطوله الدوري مجموعه، لانه كسبان على ارض اورلاندو 2-1. فبالتالي الزمالك المرشح الاقوى في مجموعته كاول مجموعه، والمجموعه الثانيه اللي فيها نادي الزمالك بيدي لك افضليه ان هو ممكن يلعب قبل النهائي على ارضه في المباراه الثانيه، والنهائي كمان على ارضه. فاذا الزمالك فرقه محترمه، فرقه كبيره، فرقه قويه. والفرقه الكبيره والفرقه المحترمه تعرفها من اسلوب لعبها. ده في لقطه لو احنا بس معانا الهايلايتس كده، لو احنا في سي ار تي هنا معانا المباراه، يعني يا سلام على شكل التنظيم النادي الزمالك في الشوط الاول. يا سلام، فرقه كبيره، فرقه كبيره بجد، فرقه قويه بجد، فرقه مهمه جدا بجد. والفرقه الكبيره هي اللي بتبقى عارفه كويس قوي هي عايزه ايه من المباراه، والفرقه الكبيره هي اللي شكلها ما يتغيرش ابدا حتى لو كانت النتيجه فيها خساره. والفرقه الكبيره هي اللي تعرف ترجع في الماتش بسرعه. والفرقه الكبيره هي اللي تستغل اول ما يبقى في نقطه ضعف، ولو ثانيه ولا ثانيتين ولا 10 ثواني ولا اقل من كده ولا اكتر من كده، تقدر على طول تضرب، تقدر على طول تقرص. وده اللي بيحصل مع نادي الزمالك دلوقتي. حصل في مباراه الفتح الرباط المغربي لو تفتكروا، وحصل في مباراه النهارده. اولا الفرقه الكبيره بترجع للمباراه بسرعه. الزمالك دخل فيه جون في الدقيقه 68، بيتعادل في الدقيقه 72، وبيتفوق في الدقيقه 83. فاذا الزمالك فرقه كبيره بجد، فرقه محترمه بجد، فرقه قويه بجد. لكن النجم الاول لفرقه نادي الزمالك هو فيريرا. النجم الاول لفرقه نادي الزمالك فنيا هو فيريرا، مفيش كلام. بيعرف يغير بشكل كويس قوي، بيعرف يعني ما بتلاقوش ابدا يعني زي معظم المدربين، اصل عندي غيابات، اصل حازم امام مش موجود، اصل عمر جابر مش موجود، اصل انا هعمل ايه لو فلان ما جاش، اصل اعمل ايه لو علان ما حضرش، اصل مين، اصل عين، اصل صد. ما بيعملش كده خالص. حمد طلبه يلعب باك ليفت مفيش مشكله، حمد طلبه يلعب باك رايت مفيش مشكله، حمد طلبه يلعب سيرد باك مفيش مشكله، حمد طلبه بيحل الالغاز كلها مفيش مشكله، ما بيطلعش يقول جاي ابدا ابدا. فاذا الراجل ده خد الزمالك من حته يعني كانت معروفه او ماشيه مع نادي الزمالك في الفتره اللي فاتت ان هو صعب قوي يكسب بره ارضه. النهارده بيكسب 3 مرات متتاليه. من الارقام اللي بيعملها نادي الزمالك زي ما قلت لحضراتكم، ما كسبش ابدا نادي الزمالك 3 مرات ابدا متتاليه خارج ارضه. بيكسب بطل رواندا خارج ارضه، بيكسب بطل الفتح الرباط المغربي، بطل المغرب بره ارضه، بيكسب اورلاندو النهارده بره ارضه. النهارده بيفوز لاول مره الفريق الافريقي الوحيد اللي كسب اورلاندو على ملعبه هو نادي الزمالك. النهارده الزمالك بيحقق كمان حاجه ما حصلتش ابدا معاه، ان هو بيحقق 6 نقاط في دوري المجموعات. ما حصلش ابدا. يعني الزمالك اول مره يخش دوري المجموعات كانت 2005، ما كسبش ابدا ماتشين اساسا، او ما خدش يعني 6 نقاط متتاليه. اول مره النهارده في اول مباريتين ليه في دور الثمانيه، سواء كان في الكونفدراليه او في دوري الابطال. على فكره يعني الزمالك ما دخلش الكونفدراليه خالص اطلاقا كدوري المجموعات، يعني اول مره يخشها يعني. لكن في 2008 كان في دوري المجموعات، في 2007 كان في دوري المجموعات، في 2005 كان في دوري المجموعات، في 2011 كان في دوري المجموعات، في 2012 كان في 2012 اسف 2011 ما دخلش، 2012 كان في دوري المجموعات، 2013 كان في دوري المجموعات. ابدا 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 ما وصلش الرقم 6 في اول مباراتين، 6 نقاط يعني. فاذا الزمالك بيحقق ارقام كويسه قوي. ده راجعه وطبعا بالتاكيد لكفاءه فنيه على مستوى عالي. يا رب ان شاء الله الرحمن الاهلي يكمل فرحه المصريين بقى بكره بفوز مهم جدا هو ونادي سموحه اللي هيواجه نادي الهلال السوداني. والاهلي طبعا هيبقى مع الملعب المالي.
ده الموضوع الاول اللي خاص بنادي الزمالك. الجونه نزل على فكره، خسر النهارده، وحتى لو كان الشرطه خسر من البتروجيت كان الجونه هينزل، لان الجونه وقف رصيده عند النقطه 46. حتى لو الشرطه كان خسر ووقف رصيده عند 46، لكن اللقاءات المباشره كانت لصالح الشرطه. فاذا الفرقه الخامسه اللي هتلحق بقى او لحقت خلاص بالرجاء والاسيوطي والنصر ودمنهور هي فرقه الجونه. عزيزه هنا من اول يوم طلعنا هنا في على شاشه CRT كنا بنشتغل على الماده، قلنا يا رب يا رب ما حدش يستدرجنا ان احنا نخش في حاجات شخصيه او حاجات جانبيه. يمكن عملتها مره مع كابتن مدحت شلبي عشان الموضوع الافريقي التونسي لو تفتكروا، وكان الموضوع مش شخصي، كان الموضوع مبدا يعني موضوع المباراه وشراء المباراه، وكان احقيتنا كقناه هنا والتعاقد اللي ابرمناه مع الافريقي التونسي. لكن الحقيقه يمكن انا اول مره عديتها ما اتكلمتش خالص فيها، يعني كانت مع او هتبقى مع الزميل خالد الغندور. يعني انا ما اعتقدش ان انا اتكلمت على خالد الغندور خالص هنا، ما جبتش اسمه اساسا، يعني ما قلتش حرف الخاء اساسا خالص من اول ما طلعت لحد دلوقتي، يعني من حوالي 3 شهور ما قلتش اسمه خالص نهائي، ما جبتوش في جمله مفيده هنا في البرنامج عندي اطلاقا، بل بالعكس. يعني بنتكلم دايما في الاطار العام او في الشكل العام، سواء حتى لو بننتقد اسلوب مذيعين او معلقين او محللين، فبنجيبها بشكل عام، يعني ما بتكلمش واحد باسمه. يعني قبل رمضان يمكن هو بيقدم برنامج على في الراديو، يعني فبيقرا مسج، بيقرا رساله، فانا سمعتها يعني مش حد قايلها لي يعني. فواحد بيقول له عمرو السوليه فين؟ فهو رده كمذيع او مقدم للبرنامج قال له والله عمرو السوليه يعني سيد عبد الحفيظ في البرنامج بتاعه على CRT قال ان عمرو السوليه في الاهلي، وفي الاخر بيكلموني على الحياديه. حياديه ايه؟ سيد عبد الحفيظ عايز يروح. انا مالي يا سيدي، انا بقول خبر، ده خبر. ايه علاقه الحياديه بده؟ ايه علاقه الحياديه بعمرو السوليه يروح الاهلي ولا يروح الزمالك ولا يروح يعني السنبلاويني ولا يفضل في الاسماعيلي؟ انا مالي، انت بتتكلم على خبر بتقوله يعني. تمام، فعدتها مفيش مشكله يعني. لكن رغم ان الموضوع ملوش علاقه خالص، يعني ايه الربط ما بين الحياديه والخبر؟ يعني لقيته من 3 ايام او 4 ايام منزل حاجه على صفحته. يمكن انا مش من النوع اللي بسخن بسرعه يعني. فالاول طلبت من فريق الاعداد كله، وطلبت من زمايل شخصيه ليا او اصحاب شخصيه ويعرفوه بشكل مباشر، يعني ان هم يعرفوا هل الصفحه دي بتاعته فعلا، ولا ممكن اي حد يكتب على حاجه على الفيسبوك وتنسب لشخص معين ولا حاجه. فمفيش ظلم يعني ممكن حد يفتح صفحه او يعمل صفحه على الفيسبوك باسمي ولا حاجه، وانا ماليش علاقه بيها. على فكره ماليش علاقه اي حاجه بالصفحات اللي على الفيسبوك، عمري ما كتبت حاجه، يعني ما كتبتش مره غير مره او مرتين على الفيسبوك من 3 سنين ولا حاجه، والموضوع بالنسبه لي انتهى يعني كنت كتبت مره حاجه كده يعني مقوله او حكمه، وبعد كده انتهى الامر بالنسبه لي اطلاقا. ماليش صفحه خالص عشان ما حدش يقول لي اصل سيد عبد الحفيظ كاتب حاجه. خالص عمري ما بكتب حاجه على الفيسبوك، ومش ناوي اكتب حاجه ان شاء الله الرحمن على الفيسبوك. يمكن اقرا اخبار ولا حاجه. فاتاكدت انها صفحه الزميل خالد غندور. انا هقرا اللي هو كاتبه، تمام. انا ما اعرفش هو كاتبه يعني فيا ليه، مش عارف لحد دلوقتي، بس هقراه وبعدين ليا وليا التعليق بقى. بيقول كابتن سيد عبد الحفيظ الصديق اللاعب واللاعب المحترم زعلان ان انا بجيب لقطات. اولا هو بيقول الصديق واللاعب المحترم، متشكرين جدا ربنا يخليك، يعني السم في العسل. زعلان ان انا بجيب لقطات من اخطاء تحكيميه للزمالك والاهلي، وبيقول ده عيب، ما ينفعش ابدا نتكلم على الحكام وان ده اهلاوي وان ده زملكاوي، وعيب نقول ان الحكم قصده وبيظبط نادي معين على نادي تاني. وطبعا سيد عنده حق، واكيد طبعا يعني عيب الكلام ده. وعيب يقول كمان ان يعني انا بقول عيب ان اي معلق او اي مذيع او اي اعلامي يعني يقول ان في ماتشات بتتفوت من مباراه للتانيه، وطبعا برضو الكلام سليم. بس يا كابتن سيد، هو بقى بيوجه لي رساله يعني، بس يا كابتن سيد انت نسيت وانت مدير كوره كنت واقف على الخط بتقول ايه وقلت ايه للحكم؟ لو انت ناسي انا ممكن افكرك. لا يا خالد انا مش ناسي، انا فاكر كويس قوي. واكيد انت كده بقى هتبقى ضد محمد عبد الوهاب وضد وائل جمعه. وعايزك تقول كمان وتزعل على شادي محمد لما جاب صحفي عنده من اعداده اسمه محمد ابو العلا، وفي موقع وشغال في الاعداد بتاعه، وقعد يقول ان الزمالك استفاد من التحكيم 26 نقطه. يا عم المحايد، هو بيقول لنا يا عم المحايد يعني. طيب هو انت عايز تفكرني انا قلت ايه للحكام على الخط؟ طيب انا اول مره لما انت اتكلمت على موضوع عمرو السوليه انا ما اتكلمتش خالص وما فتحتش الموضوع اساسا يعني. طيب بص يا كابتن خالد، انا فاكر كويس قوي انا قلت ايه على الخط، مش نسيها ابدا يعني، وممكن حضرتك تتكلم على الفيديو وانا مش هعرض لك فيديو هنا خالص يعني. انا فاكر انا قلت ايه على الخط وقلتها هنا على فكره. بس كمان انا عارف ان انت محايد، عارف والله ان انت بتقول الحق، عارف، وان انت لسان الحق، وان اللي بينافسك بس هو اللي بيقول الحق. انا عارف كده كويس، عارف.
بس انا راضي حكمك انت. هاتني انا وانت راجل محايد، هاتني انا وهاتك انت على الخط، بس ارجوك افتح الصوت وخلي الناس تسمع. يعني تسمع سيد عبد الحفيظ قال ايه على الخط للحكم وانا غلطان فيه، تمام، بعترف بيه، بس هاتك انت كمان، انت مش حد تاني، وانت محايد. انا عارف ان انت محايد، وعارف ان انت بتقول الحق، وعارف ان انت راجل حقاني، وانت صوت الحق، انا عارف كده كويس. هات الشخصين دول واحكم انت، خليك انت رئيس لجنه المسابقات واحكم، وانا راضي بحكمك. اديني عقوبه وادي لنفسك عقوبه وانا موافق بيها، يعني انا راضي بالحكم بتاعك. لكن لو هتقول لي انا رئيس لجنه المسابقات هديك ايه، انا هقول لك يا ابني انت لازم تروح عمره، لازم تطلع عمره، يعني ما ينفعكش عقوبه، انت لازم استغفار مثلا. ده اللقاء الاول. اللقاء الثاني او النقطه الثانيه اسف، هي حته الحياديه. انت بتتريق يعني ان انا محايد. يا كابتن خالد انا عايز افهمك بس نقطه، يعني انا مش ممكن اقلع التيشيرت الاحمر، مش ممكن. انا راجل اهلاوي، بقولها في كل مكان انا راجل اهلاوي. لو الزمالك لعب قدام الاهلي 100 مره هشجع النادي الاهلي. لو انت شايف ان ده عيب، دي حاجه فيك مش فيا. الناس شايفه ان انت راجل زملكاوي، دي مش حاجه عيب على فكره، مش حاجه غلط. اولا في فرق بين الحياديه والاحترام. جمهور نادي الزمالك مش هفرح قوي لو كله بيحبني، مستحيل هيحبني. لكن الحاجه اللي تبقى مهمه بالنسبه لي ان هو يحترمني، ان هو يقدرني، ان انا ما اغلطش فيه، ان انا ما استفزوش، ان انا ما اهينهوش، ان انا لما يكون في حاجه هو يستاهلها لازم اقولها. ده اللي له عند نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك ليها عندي كده. يعني لكن مش ممكن ابدا ابقى راجل كذاب، ابقى راجل كذاب. لو حضرتك طالع تقول دلوقتي ان انا راجل محايد وهشوف، امال انت بقالك 30 سنه في نادي الزمالك بتعمل ايه؟ مش ممكن. اكيد هتنتمي لنادي الزمالك اكيد، وده مش عيب، بالعكس دي حاجه حلوه. انا كمان بنتمي للنادي الاهلي، حاجه حلوه، مش دي حاجه، ده شرف، ده شرف. لكن اللي يهم عند نادي الزمالك ان انت تطلع تضحك عليهم بكلمتين ولا تحترم ولا تحترمهم احترام كامل. اظن ان الاحترام الكامل هو الاهم. طيب لو انت برضو بتتريق عليا في موضوع الحياديه ده، طيب انا عارف ان انت حيادي، انا عارف كويس قوي ان انت حيادي وليك مواقفك الحياديه اللي ما تتنسيش ابدا ابدا ابدا. يعني اولا مواقفك معايا انا شخصيا، يعني انا قعدت 4 سنين شغال كمسؤول في النادي الاهلي، مع عمري يعني كنت بقابلك صدفه كتير قوي وانت عارف كده كويس، ولا كلمتك وقلت لك مثلا يا عم انت مزودها شويه عليا في الحكام ولا حاجه ابدا. اعتقد ان ابراهيم حسن او كابتن ابراهيم حسن كان مدير كوره في نادي الزمالك في نفس الوقت، وعشان انت حيادي، عشان انت حيادي من ساسك لراسك، انا عارف كويس قوي. فكان لما سيد يقول حاجه للحكم، ايه يا لجنه الحكام، ايه المسابقات، ولا عشان ده الاهلي. لكن ابراهيم حسن لما كان بيتكلم على الحكام، هو ده يا جماعه اللي بيجيب صوت النادي الزمالك ويجيب حق النادي الزمالك. فهي حياديه، وعارف كويس قوي 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 ان انت حقاني برضه وحيادي. انا عارف كويس. يعني حتى لما بعد 2 3 سنين عشان ابو تريكه، هو ابو تريكه ما بيطلعش يتكلم، فمش فاكر له ابدا غير دي بس، حيادي. في حين ان في واحد ممكن يكون رافع الجزمه مثلا لجمهور تاني، عارف، بس انت لحد دلوقتي مش لاقي الجزمه، يعني الجاني او اداه الجريمه مش لاقيها، وعارف ان انت حيادي. بدليل عمرو زكي يمكن غلط مره كده بشفايفه وقال لفظ مش كويس، فاتحاد الكوره في مباراه في الدوري، اتحاد الكوره راح وقفوا يعني حوالي مثلا يعني مش عارف 4 ماتشات وغرامه ايه يعني. احمد السيد عشان انت حيادي في اتحاد الكوره في مباراه افريقيه راح يعني غلط نفس الكلام. يعني قعدت كتير جدا عايز نفس العقوبه على احمد السيد. يا ابني دي مسابقه ودي مسابقه، يا ابني ده بطوله ودي بطوله، ده لجنه ودي لجنه، ايه علاقه ده بده؟ عارف يا كابتن خالد. فارجوك انا يعني ما بحبش اخش في حاجات زي ديت خالص تمام. لكن اول مره انا سبتها، تاني مره انا ما جبتش اسمك اصلا، يعني انا ما جبتش نفسي خالص اسمك اطلاقا خالص يا كابتن خالد. فارجوك تمام. يعني مش عايز اخش في حاجات زي كده. يعني كل الناس لها عندي تقدير واحترام، انا بس حاولت اعرف الصفحه، حاولت هل هي بس يعني حاجتك ولا لا، يعني بتاعتك ولا لا. فلما اتاكدت كان لازم اقول لك حته من اللي انت قلته، انا ما جبتش سيرتك ومصمم اعمل كده وعايز الموضوع ينتهي، وعارف ان انت برضو انسان بتحلف كتير قوي على الحقيقه، وانا مش شايف ابدا ان في حاجه تدينك، حتى لو طلع واحد قال لك انت زملكاوي من ساسك لراسك طبعا خالص يعني. وبعدين في فرق ما بين الحقيقه ووجهه النظر، مين قال لك ان كل اللي بتقوله ده حقيقه؟ ده وجهه نظر. يعني انا لما اطلع اقول كده وجهه نظري النهارده كذا 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 كذا، مين قال ان دي الحقيقه؟ الحقيقه يا حضرتك يكون موجود يا اما شاهد عليها خالص. يعني هي دي الحقيقه. 2، يعني ما ينفعش ابدا ان في حد من لعيبه الاهلي او حتى من لعيبه الزمالك، يعني مثلا انا في لعيب ممكن من نادي الزمالك يكون بيكلمني
يعني بيثق في رايي، يعني بيحبني، بيعتبرني مثلا ممكن يبقى عندي خبره حاجه. فما ينفعش ابدا استغل كلامه ده في يوم من الايام واقول اقسم بالله اقسم بالله لعيبه الاهلي ولاعيبه الزمالك قالوا لي كذا. ما ينفعش. ما ينفعش الناس تكبرني وبعد يوم ولا اتنين يعني اقول حاجه في حته سر يعني، او في حته يعني على الملأ. يعني انا بتكلم باحترام شديد وبتكلم بشكل كبير، لكن ارجوك يعني ما تدخلنيش في حاجات شخصيه بيني وبينك او بينك وبين اي حد. ليش علاقه ابدا باي حد خالص. يعني انت مش الناظر علينا، يعني كل واحد يقول اللي هو عايزه، كل واحد يقول اللي هو عايزه. وانا مسؤول، ما طلعتش قلت لك انت بتعمل ايه خالص، وانتقدني زي ما انت عايز. لكن لما نبقى في زمايل في مكان واحد وفي مهنه واحده عيب. سيب اللي يتكلم يتكلم واللي يقول، كلها وجهات نظر يا سيدي. يعني مش فاهم انا، يعني مش فاهم كل شويه يعني ده قال كذا في برنامجه، ده قال كذا في برنامجه، ده يا عم انت مالك؟ اقول اللي انا عايزه طالما اخبار وما جبتش سيرتك خالص يعني. فارجوك، انا عمري ما قلت، عمري اشتغلت في الراديو مثلا بتاع 2 ولا 3 واشتغلت في 4 5 قنوات قبل كده، عمري ما جبت سيرتك، عمري ما جبت سيرتك خالص. فارجوك بقى يعني لم الدور وصفحه وانتهت والموضوع انتهى على كده. طيب قبل بس ما انتقل للحاجه، بس انا عايز اقول لكم ملهاش علاقه بقى بالموضوع خالص اللي فات ده. عايز اقول لكم فكره يعني جماهير الاهلي وجماهير الزمالك بتتعامل مع نجوم الاهلي ازاي ونجوم الزمالك ازاي. انتوا عارفين فكره ابني وابن الجيران؟ يعني ممكن تبقى عندك ابنك يعني عايزه يبقى احسن لعيب في الدنيا او احسن واحد في الدنيا في دراسته وهكذا يعني، وبعد شويه يعني بتكتشف ان هو قدراته الذهنيه او قدراته يعني الدراسيه والعلميه اقل شويه من جارك يعني. بس لما الاثنين هيبقوا في ثانويه عامه بتبقى امنيه حياتك ان ابنك يتفوق يعني، وبعد شويه بتلاقي ابن الجيران هو اللي تفوق. مظبوط؟ فبتبقى عايز يعني ابنك هو اللي يفوز او ابنك هو اللي يبقى احسن، بس ابن الجيران ده محترم قوي ومؤدب قوي، فانت بتحبه جدا برضه وبتقدره جدا، بس مش اكتر من ابنك، مش اكتر من ابنك خالص. فهي الفكره كده. هتلاقي جمهور الزمالك ممكن يعترف ان في نجم كبير جدا جدا في الاهلي بيحبه وبيقدره، لكن مش هيحبه اكتر من ابنه. لو قلناها امثله مثلا ممكن تلاقي ناس كتير قوي بتحب ابو تريكه او بتحب محمد بركات، لكن محمد بركات ده لو في كره مشتركه مع شيكابالا هتلاقي جمهور الزمالك كله هيص على خبطه شيكابالا، او العكس. جمهور الاهلي ممكن يكون بيحب ايمن حفني جدا، بيعتز بمصطفى فتحي جدا، بيحب حازم امام الصغير جدا او الكبير يعني، لكن في كره مشتركه مع لعيب الاهلي هتبص تلاقيه بيهيص بشكل كبير قوي على لاعب نادي الزمالك. هي الفكره كده، ان المواقف اللاعب الاخر او سلوك اللاعب الاخر بتخليك تحترمه، وهو ده اللي انا نفسي اقوله، هو ده اللي نفسي اوصله. انت مش شرط تحبني، مش عايزك تحبني، لكن مهم قوي ان انت تحترمني، مهم قوي ان انت تقدرني، مهم قوي ان انا احترمك. يعني حته الحب وعدم الحب ديت ما حدش بيجتمع على شخص، ما حدش بيجتمع على انسان ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه الامه كلها في العالم كله ما اجتمعش عليه، فبالتالي مش هتلاقي يعني العالم كله مجتمع على شخص، لكن مهم جدا ان انت تحترم الشخص، مهم جدا ان انت تقدر الشخص. هي الفكره ديت ما بين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك. طيب ده كان الموضوع الثاني، يا رب تبقى صفحه وانتهت. نخش تاني في اخبارنا بقى النهارده. الزمالك يعني بعد فوزه النهارده على اورلاندو مكاسب كتير قوي، مش المكسب بس زي ما قلت لك 2-1 بمعروف يوسف ومصطفى فتحي، مش ده المكسب بس. المكسب ان استقرار نادي الزمالك، انتصار نادي الزمالك، يعني قوه نادي الزمالك الخارجيه بتدي سمعه على طول. النهارده الفرقه اللي هتلعب نادي الزمالك اللي جايه هي ليوبار هيلعبوا هنا في مصر، وتعادلت امبارح مع الصفاقسي التونسي، بقى رصيدها نقطه لانها خسرت اول لقاء من اورلاندو اللي خسر النهارده من نادي الزمالك. فاذا ترتيب المجموعه كالتالي: الزمالك 6 نقاط، اورلاندو 3 نقاط، ليوبار نقطه، والصفاقسي التونسي الكونفدراليه. ده نادي الزمالك. طبعا فيريرا بيقول اللعيبه نجحوا في التحكم بايقاع اللقاء، برضو يعني اكد على التصريح ده، واشعرت بالاجواء الاوروبيه. يعني هو ما خدش ابدا على الجماهير من ساعه ما جه، ما لعبش في ملعب بالروعه ديت، احسن ملاعب على مستوى افريقيا كلها
مفيش منافس ومفيش كلام، هي ملاعب جنوب افريقيا. فالراجل اول مره يشوف الملاعب ديت، اول مره يشوف عدد الجمهور ده الكبير قوي، يمكن شاف في مباراه الفتح الرباط المغربي لكن الملعب كان غير، فشاف الاجواء الاوروبيه، الجو كمان برد، في سنه برد كده، يعني مش زي مصر هنا او زي شمال افريقيا بشكل كبير. فهو اول مره يشوف الاجواء الاوروبيه من حيث الملعب والاضواء والجماهير وهكذا. فيريرا بيقول اهني جمهور الزمالك واللي حصل بين الشوطين في مواجهه اورلاندو. وده برضه هرجع اقول لك ان ده نجم كبير، ممكن يبقى المدرب لكن نجم كبير بجد. لما تشوف اللعيبه بتاعتك مشدوده او مخضوضه او متعصبه او متنشنه، لازم تهدى شويه، لازم تخش بين الشوطين. اولا انا بحب المدرسه ديت، ان المدير الفني اول ما يخش كل واحد يعني من اللعيبه يدخل الحمام يغسل وشه ويجي، هو يقعد دقيقتين ونص كده ساكت خالص. في مدربين خفاف، في مدربين يعني العمليه عندهم يعني على اخر 5 دقايق ولا 10 دقايق يخش يقوم ضرب السبور بتاعه الملعب وضرب كرسي وشايط معرفش مين ومعصب نفسه، وفي الاخر يقول للعيبه اهدوا. يعني انهي منطق؟ انا شايفك اساسا عمال يعني مش قاعد على بعضك، انهي ههدى انا ازاي اذا كان انت كده؟ يعني حتى لو اللسان بيقول عكس الجسم، عكس الكلام، عكس التصرف يعني. فهو قال لك انا قلت للعيبه لازم تهدوا شويه، تتحكموا في اعصابكم وردود افعالكم وتلعبوا بارتياحيه. ده اللي قاله بين الشوطين. فعشان كده المدير الفني ما بتجيش قيمته بس من افكاره، بس بتيجي من شخصيته. ده ممكن ساعات او في بعض الاوقات تبقى شخصيته سابقه افكاره. يعني ممكن تلاقي لعيب او مدرب ممكن يبقى عنده فكر عالي جدا 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 جدا، لكن شخصيته شخصيه مهزوزه، شخصيه ضعيفه، ما بيعرفش يسيطر، ما بيعرفش يتكلم مع حد، ما بيعرفش يتعامل مع النجم، ما بيعرفش يتعامل مع اللعيب الكبير الخبره اللي في الفرقه، ما بيعرفش يتعامل مع اللعيب الصغير. تلاقيه مثلا عشان يزعق للعيب كبير او عايز يوصل رساله للعيب كبير ممكن يزعق للعيب صغير، فالامور بتبقى عكسيه. ده ما عندوش الكلام ده عنده كل اللعيبه واحد، كل المجموعه واحد. اللعيب النهارده انت محتاجه فبيديله اهميته، مش محتاجه برضه بيديله اهميته، لانه هيحتاجه الاسبوع الجاي، هيحتاجه الاسبوع اللي بعده، فالاسبوع اللي بعده. فاعتقد ان فيريرا يعني نجم 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 بجد، يعني حد عالي قوي 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 في الفكر، حد عالي قوي 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 في الشخصيه. ومدربين بتاعت ربنا بقى، يعني وهو واقف على الخط كده، يعني وهو واقف على الخط فتعرف ان ايه، ان الهيبه موجوده، هيبة المدير الفني موجودة، حتى وقفته، حتى حركته، حتى مشيته، توجيهاته، كلامه. يعني اعتقد ده يعني حاجة بتاعة ربنا سبحانه وتعالى. مدرب اورلاندو بيقول لن نستحق الهزيمة او الفوز على الزمالك، كان بيقول او تصريحه رايح لحتة التعادل. وبرضه الحقيقه هو ادى لقاء كويس قوي خصوصا في الشوط الاول. بس الزمالك عايز من ايه من الشوط الاول؟ الزمالك ما كانش ضعيف في الشوط الاول، الزمالك كان عايز ايه من الشوط الاول؟ تحقق له مهارات في الشوط الاول. يعني كون انه ما راحش لمرمى اورلاندو كتير في الشوط الاول، بس ده على فكره مش ضعف، ده استكشاف. انت بتشوف الدنيا ماشيه ازاي، بتظبط امورك، بتقف صح، بتتمركز صح، وبتشوف يعني عينك بتشوف بقى امتى اخترق بقى، وايه الحته اللي اخترق منها، ومين اللي ممكن العبه في اخر ربع ساعه ولا اخر ثلث ساعه ولا اخر نص ساعه هو اللي يعمل لي الفارق ده. وده اللي عمله فيريرا. يعني راح منزل مصطفى فتحي، قلب له الجيم، يعني الريتم، بلاش الجيم، قلب له الريتم. يعني احمد عيد عبد الملك كويس وكل حاجه، لكن ريتم مصطفى فتحي اعلى اسرع. فده الوقت اللي ممكن بقى تستغله او يستغله نادي الزمالك، وده اللي حصل بالظبط. يعني اورلاندو بيجيب جول في الدقيقه 68، الدقيقه 72 بيرجع على طول بتعادل لمعروف يوسف، وبعدين تفوق لنادي الزمالك عن طريق مصطفى فتحي. حتى باسم مرسي كان له فرصه في الدقيقه 4 يعني. الزمالك بيعتذر عن دعوه السفير، دي الوقت. الزمالك هيتحرك بكره الساعه 10 الا ربع، يوصل بالسلامه ان شاء الله بعد بكره يوم الاثنين الصبح. كان ممكن يلحق طياره النهارده لو كانت اللقاء او كان اللقاء في جوهانسبرج او بريتوريا، يعني ده نفس المدينه اللي فيها المطار، فكان ممكن يلحق، واللعب الساعه 3 فالطياره الساعه 10 فكان يلحق. لكن عشان بيلعب بره جوهانسبرج فبياخدوا حوالي بتاع ساعتين او 3 ومرتبطين بطيران داخلي. هاني زاده عضو مجلس اداره نادي الزمالك ورئيس بعثه الفريق بيقول يعني ده نتاج الفريق اللي احنا عملناه، اللي احنا صنعناه. حلو، الفرقه حلوه والصفقات زي الفل وتمام، لكن ما كانتش هتظهر بالشكل ده لو معاهم مدير فني هش، لو معاهم مدير فني يعني ضعيف الشخصيه او فكره قليل. يعني انتوا عندكم لعيبه كويسه وفرقه كويسه، لكن كمان عشان معاكم مدرب اعلى من اي صفقه انتوا جبتوها السنه دي. الصفقه المهم لنادي الزمالك النهارده او الدوري ده هو فيريرا. اهم صفقه في صفقات نادي الزمالك هي صفقه فيريرا. مرتضى منصور بيصرف مكافاه خاصه للاعيبه نادي الزمالك حقهم.
ثنائي الزمالك يتحدثان على القراصنة. يعني باسم مرسي قال اللي هم اورلاندو، يعني قال ان هو يعني فوزنا فوز كويس على اورلاندو، لعبنا من اجل الفوز وتحقيق المكسب. وايمن حفني قال ان احنا نفذنا التعليمات اللي اتقالت علينا بالظبط. رئيس الوداد تصريحات المتناقضة كانت لحصد أكبر صفقة أو أكبر ثمن لإيفونا. إيفونا وصل أو هيوصل الساعة 5 إلا ربع النهاردة يعني. وبرضو أرجع وأقول يعني اللي أنا وجهة النظر مش الحيادية، وجهة النظر إن مفيش داعي أبدا إن كل صفقة ينجح فيها الأهلي إن يبقى فيه تفطيس ليها، أو كل صفقة ينجح فيها الزمالك إن أنتوا تفطسوها يعني. او الاهلي يفطسها او الزمالك يفطسها. ده نجح انه هيجيب صفقه، الاهلي نجح انه هيجيب ايفونا. مبلغ كبير، مبلغ صغير، مبلغ يا عم في جمعيه عموميه هتحاسب المجلس ده، يعني في جمعيه هتحاسب المجلس ده، يعني مبلغ كبير مبلغ صغير سيبه بقى، سيبه ينجح يعني، يبقى زي الفل. اجوجو جديد اجوجو قديم، المهم ان هو يبقى جه خلاص. يعني انا كانت وجهه نظري يعني الارقام الماليه ايه، لو الارقام الماليه مقبوله خلاص يبقى حلو. لكن برضه ارجع واقول لك في عالم كرة القدم في صفقات بيبقى الهدف منها هدف جماهيري، ان انت تبسط جماهيرك، ان انت يعني تبقى قوي قدام جماهيرك، ان انت الفريق المنافس بتاعك، وده مش عيب، ده موجود في العالم كله تمام. لكن الطرف الاخر بقى ما يبوظهاش. وبعدين ارجع اقول عشان الشارع المصري اللي فيه غليان، الشارع المصري فيه غليان في الوقت الحالي، وبقول ربنا يستر. عندي وجهة نظر، مش كل حاجة يقول لك يعني أصل إحنا ملناش علاقة بحاجة. للبيت رب يحميه، بمعنى إن مجلس إدارة الأهلي، مجلس إدارة الزمالك هي اللي بتدافع عن ناديها. الجمهور ده يمشي ورا القرارات، الجمهور يمشي ورا قراراتك. الأول أنت قراراتك إيه؟ القرارات بتاعتك تبقى إيه؟ وبعدين الجمهور هيمشي وراها تمام؟ فإذا جمهور الأهلي عليه إن هو يمشي ورا إدارته، جمهور الزمالك عليه انه هيمشي ورا ادارته. وفي الاخر كل واحد عايز يقول ان انا عملت للنادي بتاعي احسن حاجه، عملت من حيث النتائج، عملت من حيث العروض، عملت من حيث الصفقات، جبت احسن حاجه من حيث الموارد اللي بتدخل لي ولا حاجه. فالجمهور هو اللي بيحاسب، والجمهور هو اللي بيقيم في الاخر. لكن كل واحد، الاهلي جاب صفقه ايفونا مثلا، ايفونا مش هيطلع عنده بقى ملاريا بكره مثلا، ما تسيبوه خلاص. ايفونا زي الفل تمام التمام، حلو، مبروك ايفونا، هنشوف هو وشطارته. جون انطوي، مبروك جون انطوي زي الفل، حلو جدا. صالح جمعه لو رغبته الاهلي يبقى صالح جمعه. ايمن احمد الشيخ صفقه يا رغبته الزمالك يبقى رغبته الزمالك. ايه علاقه ان جون انطوي يعني صفقه مضروبه؟ مش انت اللي تقول كده او اي حد يقول كده، يعني الجمهور هو اللي هيقول، النتائج هو هي اللي هتقول، الارقام هي اللي هتقول، نسبه النجاح هي اللي هتقول. بس المحللين والمعلقين والمذيعين والصحفيين هم اللي هيقولوا. بس لو نجح الراجل مع الاهلي يبقى صفقه زي الفل والناس هتنسى خالص. يعني الاهلي جاب صفقات على فكره كتير جدا السنه دي، والزمالك جاب صفقات كتير جدا السنه دي. الناس بتتكلم على الزمالك كويس ليه؟ لان ارقام الزمالك ونتائج الزمالك كويس. ما حدش ابدا قال ان فلان بيساوي كذا، ما حدش قال ان عبد الله السيسي بياخد 700,000 دولار، ما حدش قال كده، او 500,000 دولار او 400,000 دولار. ما حدش قال ان الاخ بيتر اللي في الاهلي بياخد 200,000 دولار ولا 300,000 دولار ولا 400,000 دولار، ما حدش قال كده. لكن الكل بيتكلم على نتائج الزمالك الايجابيه. اذا فالمردود عندك مردود نتائج، مردود مكانه. انت مكانتك في الدوري اول يبقى انت زي الفل، حتى لو كنت يعني دافع دم قلبك. يعني مكانتك في افريقيا اول يبقى انت زي الفل، حتى لو كنت دافع دم قلبك. خلاص، ده الجمهور بتاعك عايز النتائج. واي مدير فني ملوش علاقه تدفع 10 تدفع 20 تدفع 30 تدفع 50 تدفع 70، المهم ان انت تجيب لي اللعيبه اللي انا عايزها. فمن باب الحاجات اللي بتعمل نوع من الاحتقان في الشارع ان حد تطلع تتكلم على صفقه حد تاني وتفطسها. لا دي صفقه مش كويسه، لا دي ايفونا طلع عنده ملاريا، لا ده ايفونا طلع عنده ما اعرفش ايه، لا ده ايفونا يا سيدي عنده هو يعني خلاص هيعزلوه في مكان، الاهلي يعزلوه في مكان ويقفل عليه ويطلعه يوم الماتش بس. تمام. امتى ننتقد بقى ده؟ امتى يبقى في انتقاد بقى؟ يعني يبقى موضوعيه بقى في الكلام. لو الراجل ده يعني ما اداش المطلوب منه ولا المنتظر منه، نطلع نقول بقى لا ما كانش يستاهل ابدا ثمنه، ابدا ثمن ما يجيبش كده خالص. كان فلان احسن منه، كان فلان احسن منه، مين العين اللي جابته، انتوا ازاي اخترتوه؟ لو كان المردود بتاعه قليل. لكن لو كان زي الفل وماشي زي السكينه في الجاتوه،
كله هيؤدي تعظيم سلام لاداره الاهلي وصفقات الاهلي وهيثم عرابي وقعدته ومكانته، يقعد شهر، يقعد شهرين، يقعد 3، يقعد 4، نجح خلاص. محدش ابدا هيفتكر يقول لك غير هيثم عرابي نفسه. يعني الجمهور، كل جمهور مصر، عادل القيعي عمل صفقات بعدد شعر راسه، بعدد شعر راسه مثلا. كل صفقه ليها سر محدش يعرفه غير عادل القيعي، لكن الناس شايفه النتائج. انا ما اعرفش انت وانت بتذاكر رحت فين، ده حد بيذاكر في الانتريه، وحد بيذاكر قدام التلفزيون، وحد بيذاكر في الحمام، ماليش علاقه. انا في النهايه جبت كام حضرتك في الثانويه؟ جبت 90. كنت بتذاكر فين؟ يعني في الشارع، كنت بتذاكر في البيت، كنت بتذاكر في النادي، كنت بتذاكر في مركز الشباب تحت العماره. انا مالي، انا ببص على النتائج. هيثم عرابي قاعد 20، هيثم عرابي قاعد 25، هيثم عرابي قاعد 30 يوم، يعني قاعد زي ما قعد، المهم جاب الصفقه بتاعتها. طيب الصفقه دي ناجحه ولا فاشله؟ خلاص طالما جت نصبر شويه بقى ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، وجمهور الاهلي يساندها ويساعدها ويشوف الدنيا هتمشي معاه ازاي. لكن رسميا ايفونا في النادي الاهلي، مسلسل رمضان بتاع ايفونا انتهى خلاص بنجاح لهيثم عرابي، و يعني بسقف له لان هو استحمل ضغوط كتير قوي، اتكلموا عليه كتير قوي مش بشكل مش كويس، وفي الاخر نجح. ايفونا كان المفروض يوصل 9 الا ربع، هيوصل 5 الا ربع. مدرب الوداد عن ايفونا قال هناك سر يجعله مهاجما خارقا بدنيا. هو شكله الجسماني رائع، قوي، عضلاته زي الفل، جايب اجوان كتير كويسه، الشكل العام بتاعه كويس قوي. خلونا ننتظر، يعني المدرب بتاعه بيثني عليه، لكن ارجع واقول برضو يعني كل واحد بيبقى عايز المناخ اللي هو ينجح فيه. قد يكون المناخ في المغرب احسن، وممكن يحتاج وقت اطول هنا، فما تحاسبوش من اول يوم، وما تنتظرش منه ان هو هياخد الكره من الجول للجون وهيقعد يرقص لعيبته، لعيبه الفرقه اللي قصاده، ويطلع على المدرجات يرقص الجماهير. ده مش هيحصل في الكوره، ده مش هيحصل في الكوره، ده انت لازم تصبر عليه، لازم تديله الوقت الكافي، ما تضغطوش اعلاميا، سيبه يلعب براحته، وفي الاخر بعد فتره، بعد الموسم ما يخلص، نقيم بقى صفقات الاهلي ونقيم صفقات الزمالك. وبعدين حتى الصفقات في تقييمها، عشان اقول لكم بس ان الدنيا بتبقى ماشيه ازاي في مصر، يعني الصفقات في تقييمها بتروح لجزء مهم قوي، ايه هو؟ برضو النتائج. يعني هتلاقي واحد كده يقعد يقول لك ايه، والاهلي جاب صفقات مش عارف ب 20 مليون، والزمالك جاب صفقات ب 30 مليون، وواحد يقول له يا عم مش خدوا الدوري، فيفطس له الموضوع، خلاص مش هيفتح بقه. طيب الاهلي بيتدرب في درجه حراره تصل ل 50 درجه في مالي. عندنا هنا كواليس لسفر الاهلي وبقاء الاهلي وقعده الاهلي وفندق الاهلي وتمرينه الاهلي، لو جاهزين بيها وليد اعرضها واحنا بنتكلم كده لو سمحت. الاهلي طبعا كان وصل اهي دي في المطار، والجهاز الفني للنادي الاهلي، وكابتن فتحي مبروك، كابتن طارق سليمان، كابتن احمد ايوب، كابتن علي ماهر، كابتن محمد ابو العلا، استاذ جمال الجبر، كل ده في المطار، دكتور خالد محمود وسعد سمير. وده الملعب الاول، ملعب مش حلو بصراحه، الملعب مش حلو، ويبدو كده ان ايه يعني مسؤولي مالي عملوا حركه مش ظريفه. عارفين اللائحه اتغيرت، لكن المرتبطه بالملاعب هو اللي بيحجز لك الفندق، انت اللي بتحجزه، انت اللي بتحمل تكلفته، هو بيحجز لك الاتوبيس، بيدي لك عربيه صغيره، بيدي لك ملاعب التدريب، وده اللي حصل مع النادي الاهلي. لكن ملاعب التدريب بصوا حضراتكم النجيله عامله ازاي، النجيله سيئه جدا جدا، طبعا دي خاصه لكلام في الكوره وسي ار تي بالتاكيد. الملعب وحش قوي قوي، يعني ما ينفعش ابدا ان انت تتمرن عليه، مع ان الحته اللي جنبهم دي تبدو انها كويسه، يعني مش عارف ليه مش فيها يعني، او معقوله يعني. لكن في النهايه ده تدريبه النادي الاهلي. اتعودنا في افريقيا بتشوف الكلام ده كتير، اتعودنا في افريقيا بتقابل المواقف دي كتير، باستثناء جنوب افريقيا. اي حته في جنوب افريقيا خدها وانت مغمض كده، اتمرن عليها وانت مغمض، لا الملعب سيء. حتى الحته اللي انا اتكلمت عليها لا الملعب سيء. لكن جنوب افريقيا احسن ملاعب، بعد جنوب افريقيا تيجي المغرب، وبعد المغرب مصر. طيب الاهلي مرشح ان هو يلعب بتشكيله مكونه من شريف اكرامي لحراسه المرمى، وباسم علي وصابر الرحيل، محمد نجيب وسعد سمير، وشريف حازم وحسام غالي وعبد الله السعيد ورمضان صبحي ومؤمن زكريا وعمرو جمال. ممكن الاهلي يلعب بثلاثه
يعني شريف حازم ومحمد نجيب وسعد سمير، وممكن يلعب باربعه ويطلع شريف حازم يلعب جنب حسام غالي في نص الملعب. انتوا عارفين ان حسام عاشور موقوف، محمد هاني موقوف، وليد سليمان موقوف، هندريك مش مقيد، وطبعا تريزيجيه موجود، لكن يخشى فتحي مبروك ان هو يلعب تريزيجيه من البدايه، فالدنيا تبقى مفتوحه قوي، الخطوط مفتوحه، كلهم هتبقى عندهم النزعه الهجوميه كبيره جدا. طبعا ده نهايه التدريب، وده طارق حسين المدلك. محمد سيدي بيه ده كان لعيب في القناه وهو اللي كسر علي ماهر، راح له، وطبعا كان احمد ايوب برضو بيلعب في القناه فعارفينه. دي صلاه التراويح واضح كده، يعني حاجات خاصه بكلام في الكوره يعني شاهدوها. كابتن وائل جمعه بيئم بالجهاز، مش عارف مش موجود اللعيبه، بس كابتن وائل جمعه بيئم بالجهاز. مش عارف ده كابتن وائل جمعه ولا كابتن طارق سليمان، الصوره بعيده شويه. طيب الاثنين شعرهم يعني ما شاء الله. حسين السيد، تريزيجيه، وشريف حازم ومحمد نجيب، يعني المجموعه ككل دي وهم رايحين لسه التدريب. احنا بنجيب لكم حاجات يعني قبل حاجات وحاجات بعد حاجات، لان الحاجات دي لسه واصله لنا. طبعا رمضان صبحي كلام كتير جدا على من فتحي مبروك لرمضان صبحي، الحاله الفنيه كويسه جدا. كابتن وائل جمعه وكابتن علي ماهر. طبعا كواليس البعثه موجوده في مالي، كل صغيره وكبيره، دكتور عبد المجيد، سيد عواد العامل. احداث طبعا وذكريات في مالي ما تتنسيش، يعني احداث كانت صعبه شويه. ف اتمرن الاهلي تمرينه واحده في المغرب، وبعدين سافر قعد حوالي 8 9 ساعات في المغرب، وبعدين سافر زي ما قلت لحضراتكم. كلام بقى طبعا واضح انها اعتراضات شويه. عمرو جمال في الجيم، ربنا يحفظه بقى. وكابتن فتحي مبروك طبعا، وتعامل في الجيم شويه. سلام يا كابتن فتحي، 100 100. هو الوزن طبعا خفيف قوي بس مش مشكله. كابتن طارق سليمان على طول، يعني حاجات خاصه كده الناس بتحب انها تشوفها وانها تتابعها. احمد عادل عبد المنعم. حاجات الجيم دي بيبقى في فتره المعسكرات بتبقى مهم جدا في الاوتيل. ان احمد عادل عبد المنعم طبعا ده ملعب في مالي، الملعب الاساسي. تمرينه النهارده بقى، انتوا عارفين اللائحه بتدي لك تمرينه قبل اللقاء ب 24 ساعه على نفس الملعب اللي هتقام عليه المباراه، وده الملعب اللي هيقام عليه المباراه. الملعب ده ملعب كويس على نقطه جبليه كده، لكن ملعب كويس. هم عندهم ملعبين في مالي، عندهم ملعبين مهمين جدا او استادين. الاستاد الاول كل فرق مالي وكل منتخبات مالي ما بتلعبش عليه، ما بتتفائلش خالص، وده موجود في افريقيا. يعني في ناس بتستخدم السحر والاعمال والكلام الفارغ ده، لكن اللي يعني هو مذكور طبعا في القرآن الكريم، لكن في النهايه يعني ما حدش يحطه في دماغه قوي عشان ما يتعبش نفسيا يعني. ففي ناس كتير جدا بتستخدمه، وفي ناس كتير جدا في البلاد الافريقيه ما بتتفائلش بملعب معين، منها دوله مالي. عندهم استادين، في استاد احسن من ده بكتير جدا بكتير جدا، لكن ما بيحبوش يلعبوا عليه خالص. كل نتائجهم فيه نتائج سلبيه، سواء كانت منتخبات او نتائج او فرق، فما بيلعبوش عليه خالص. اي مباراه افريقيه او اي مباراه على مستوى الانديه او المنتخبات، يعني الاول او الناشئين، بيلعب على الملعب اللي هيتلعب عليه مباراه بكره ان شاء الله الرحمن، اللي هتبقى توقيتها الساعه 6:30 بتوقيت القاهره، 4:30 بتوقيت مالي. اقول لكم التشكيله المرشحه مره ثانيه: شريف اكرامي، محمد نجيب، سعد سمير، باسم علي، وصبر الرحيل. شريف حازم ممكن يلعب جنب نجيب وجنب سعد سمير، وممكن يتقدم شويه مع حسام غالي ويلعب في نص الملعب، ويبقى قدامهم عبد الله السعيد ورمضان صبحي ومؤمن زكريا وعمرو جمال. وممكن يلعب بالاهلي ب 4-3-2-1، يعني يلعب بشريف اكرامي ويلعب بباسم علي وصبر الرحيل وسعد سمير ومحمد نجيب وشريف حازم وحسام غالي، ومعاهم عبد الله السعيد كده في نص الملعب، وقدام مؤمن زكريا ورمضان صبحي على الطرفين، ورأس حربة عمرو جمال. تأمين بعثة الأهلي بسبب الطوارئ، إن شاء الله الرحمن ما يبقاش في طوارئ ولا حاجة، والدنيا تبقى كويسة و100 100 إن شاء الله الرحمن. لاعب مالي قال يعني
تراوري، سليماني تراوري، قال ده اهم لعيب عندهم، قال ان هو بعد الهزيمه من النجم الساحلي في تونس ما قدامناش غير ان احنا نفوز على النادي الاهلي. ده كان اخبار النادي الاهلي، وكلام كتير جدا حوالين الصفقات اللي جايه ومين رايح ومين جاي، لكن اللقاء الاهم هو لقاء مالي بكره. الصفقات دي مقدور عليها، كابتن علي عبد الصادق هنا قاعد عشان موضوع الصفقات. الزمالك بيشتغل على الصفقات، في خطاب رسمي راح لحرس الحدود عشان احمد حسن مكي واحمد صبري. طيب ده فال كويس، ده طبعا مباراه الملعب المالي اللي كانت في القاهره هنا، واللي فاز فيها الاهلي 3-1 بعد هزيمته هناك في المالي 1-0، وده طبعا الاسطوره محمد ابو تريكه وهاتريك، يعني كان سبب في صعود النادي الاهلي للدور الثمانيه. والاهلي على فكره خد البطوله في الفتره ديت او في الموسم ده، موسم 2012. على التليفون المدير الاداري لنادي الزمالك كابتن حماده انور. يا كابتن حماده الف مبروك. كابتن سعيد الله يبارك فيك. مبروك، يعني نتائج عماله تتحقق وارقام عماله تتحقق، معرفش انت تعرفه ولا لا. الزمالك لاول مره في تاريخه من اول 1911 لحد دلوقتي ما فاز ابدا يا كابتن حماده، ابدا 3 مرات متتاليه في البطولات الافريقيه. ده الرقم الاول. الرقم الثاني ان انت حققت النهارده اول فوز على فرقه اورلاندو، ما فيش فرقه ولا عربيه ولا افريقيه قدرت انها تفوز على اورلاندو في جوهانسبرج. الرقم الثالث ان الزمالك لاول مره من دوري المجموعات من اول ما انشئ سنه 2001 يفوز مرتين، اول مباراتين. لا مش ده، انت كاسب مباراتين. لا واول مباراه كمان. بالظبط كده. اتنين ان انت بتحقق او 4 بقى، بتحقق 6 نقاط ضمنتوا بيهم بنسبه 95% بعد تعادل ليوبار امبارح مع الصفاقسي التونسي. فما شاء الله ارقام عماله يعني تتحقق يا كابتن حماده اهو ده رقم جديد. طب حاولوا ترجعوا له تاني يعني. طيب الصوره ما بتكذبش ابدا، وزي ما قلت لحضراتكم هي فكره احترام المنافس، احترام الشخص، احترام الطرف الثاني. مش شرط تحبه، مش شرط يعني تبوسه من هنا ومن هنا، مش شرط، ده مش شرط خالص يعني. لكن مهم قوي لما اتكلم عليك اتكلم بادب، مهم قوي لما اتكلم عليك اديك وضعك، مهم قوي 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 ان ادي لك مكانتك، ادي لك تقديرك اللي انت تستحقها. فده مهم جدا. لكن تحبني او تكرهني دي حاجه نسبيه او حاجه يعني شعوريه، حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش ابدا تديها لواحد غصب عنه. حب فلان ليه؟ يعني احب فلان ليه؟ انا مش عايز احبه، مش قادر احبه، لكن بشوف هو بيقول ايه لما بيتكلم، لا بحترم خلاص، بيتكلم بادب، بيتكلم باحترام، بيتكلم باسلوب كويس قوي، لا ده زي الفل، تمام التمام. بس فهي الفكره زي ما قلت لحضراتكم من الاول والاخر كده، اللي انا فاهمه كابتن حماده. يا كابتن سعيد، يا كابتن حماده ما تغرش علينا يا كابتن حماده، خليك ماشي كده زي الفل. لا والله ده من عندكم مش من عندي. طيب ماشي، اتفضل يا كابتن حماده. انت ملك الاحصائيات طبعا، ومعاك بقى رمالي قاعد بشغل جامد. طبعا ببارك طبعا لمجلس اداره نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك. زي ما حضرتك بتقول النتائج المعموله دي، بس دي مش من فراغ يا سعيد. من اول الموسم في لعيبه على مستوى عالي حسب قيمه الفنانه اللي هي لابساها، في نظام، في لعيبه واخده حقوقها كامله. ما عندناش الحمد لله مشاكل في توفير لكل الطلبات الموجوده. زي ما انا قلت حتى قبل ما نسافر، لما طلبنا ان احنا نسافر بدري شويه عشان الرحله شاقه شويه، بصراحه المجلس ما تاخرش علينا في حاجه. معانا جهاز فني على اعلى مستوى، يعني بصراحه بشيد بالمدير الفني والشغل. اكيد انت راجل لعبت كتير ولعيب كبير، بتحس بالشغل اللي بيتعمل في الملعب. النهارده ده ناتج عن تكمله مشوار نادي الزمالك زي ما حضرتك اتفضلت وقلت في الاول. كلها احصائيات ونتائج جديده في تاريخ نادي الزمالك بتتحقق نتيجه المنظومه اللي انا بتكلم فيها دي. طيب خليني اقول لك، ومن خلال المنظومه يا كابتن حماده، من خلال المنظومه بتاعت نادي الزمالك النهارده، يعني انا اتفرجت على اللقاء. طبعا احنا ما عندناش الهايلايتس بتاع الماتش، لكن كان نفسي اوري لكل جمهور نادي الزمالك ومحبين نادي الزمالك بجد عشان يبقى مبسوطين قوي بفرقتهم. في شكل نظامي لفرقه الزمالك النهارده تحديدا، يعني مش عارف الدقيقه كام بالظبط، لكن شكل النظامي لفرقه نادي الزمالك شكل يفرح بجد. يعني اللعيبه واقفه مظبوط،
كله تحت الكوره، كله تحت مستوى الكوره زي الفل 10 على 10. يعني انت وانت بتتفرج كده تقول ده وضع نموذجي لفرق الكوره في وضع دفاعي. لا بصراحه كابتن سيد، انا بس عشان ما اكونش شك مجروح ان انا راجل في الجهاز او حاجه، لكن انت كويس ان حضرتك بتتكلم في حاجات فنيه، انت لعيب كبير وعارف، بتحس ان الناس ده ناس مختلف. ففعلا انا بشيد بامكانيات الراجل ده جدا جدا جدا، وبشيد بالناس اللي اتعاقدت معاه ان هي راحت اتعاقدت مع جهاز فني محترم بالطريقه دي، ووفرت له كل حاجه، وعشان كده النتائج بتتحقق. احنا كابتن انت عارف ان انت بتجتهد وبتتعب، ومن ساعه ما طلعنا الحمد لله الرحله منظمه ما فيهاش اي مشاكل انها تعوقنا. حتى لما اتكلمنا في الاعتراض على اللبس بتاع فريق اورلاندو، ان انت عارف الدوري المجموعات مختلف شويه عن الادوار التمهيديه، ان انت بتبقى عارف لبسك ولبس الفريق المنافس ولبس الحكام من قبل ما تروح بالايميلات اللي بتيجي من الكاس. فلما انا لقيت امبارح في الاجتماع ان هم مغيرين لبسهم واعترضت على حاجه زي كده، فلما جه النهارده قبل الماتش الرد بتاع الكاف ان هم ما ينفعش يغيروا، ده عملت لهم برجله شويه، ان هم زي ما تقول كانوا متفائلين في ماتش ليوبار لما لعبوا بالاحمر وكانوا عايزين يلعبوا بالاحمر، وكان ان هم غيروا وانتوا ما كنتش هتبقوا متفائلين. لا بالعكس، انا كنت لازم العبوا بالاحمر. لا هي طبعا انت كمان هيبقى عندك مشكله، انت طبعا هيبقى عندك مشكله لان احمد الشناوي اللبس بتاعه ممكن يبقى احمر، يعني انت من خلال الايميلات بتاعتك فانت رايح عامل حسابك. ما هو ده اللي انا بقوله. بعد كده كان في حاجه كابتن، يعني انا لما حبيت اغير اللبس بتاع حراس المرمى، انا بعت للكاف قبل ما اجي وبعت لهم اللبس وخدت موافقه وبعت لي ايميل بالموافقه. تمام. فانا استغربت ان في الاجتماع الفني انت جاي تغير اللبس من غير ما يبقى فيها موافقات، وخصوصا ان انت بتلاعب معلش بلد كبيره وعندها اللوائح يعني بتتعامل بيها بصفه قويه جدا يعني. تمام. وده مهم قوي. خلي بالك يا كابتن حماده، اسلوب القوه ده في الدور الثمانيه بيبقى مختلف شويه للاول. خلي بالك يعني يمكن في الاول الدنيا بتبقى مش محطوطه قوي تحت المنظار، والاتحاد الافريقي يعني عارف اللي هو عايز المباراه تخلص وخلاص. فمهم قوي ان انت تبقى عارف ده ومعاك الورق ده، انا عارف كويس قوي ان انت راجل مجتهد جدا وهايل جدا، وانا بعتز بيك على المستوى الشخصي والله للامانه يعني. فمهم جدا ان انت تريح اللعيبه. يعني في ناس تقول ايه يعني فرقت، ده انت اللي مش هتلبس، يعني ده الفريق الثاني هو اللي هيلبس. لكن زي ما انت قلت ممكن يبقى في علاقه ما بين المدير الفني والاداري او مدير الكره ولا حاجه، بيبقى قال له لا هنلعب بالحته الفلانيه، فيحصل نوع من التوتر شويه، تستفاد انت منه كفريق خصم يعني او فريق منافس. بص يا كابتن سيد، هم ممكن الناس كانت فاكره ان يعني ايه فيها ايه لما يلعب بالاحمر او يلعب هي القصه مش في كده. هي القصه ان انت ممكن دي بتبقى عوامل نفسيه، وحضرتك عارف بخبراتنا احنا بنتكلم فيها ان دي بتاثر كعوامل نفسيه على الفريق، على المدير الفني بيبقى عايز حاجه معينه، بيبقى طالب من مدير الكره حاجه معينه ان هو يغير، مثلا ان احنا عايزين نلعب بكذا. لما يجي يلاقي الحاجات دي بتتغير قبل المباراه على طول وان هو ما حصلش، فبتاخد حتى حيز من التركيز بتاعه او من التفكير بتاعه. حته ان هو يعني كان نفسه العب بكذا، اللعيبه عايزه تلعب بكذا. فاحنا مش بنطلع ان انت بتقول ان انا مثلا انا عملت كده، لا طبعا انت بتحاول بقدر الامكان اي فرصه ان انت تعملها لفرقتك ان هي تفرق معاها، انت بتحاول تمسك فيها وانت عارف دي كويس. طبعا. طيب سلم لنا على كابتن اسماعيل يوسف. طبعا دي النهارده الذكرى الثانيه لوفاه الغزال كابتن ابراهيم يوسف، سلم لنا عليه كتير. الله يرحمه. طيب كابتن حماده هترجعوا امتى ان شاء الله الرحمن بالسلامه؟ احنا ان شاء الله يعني انا طبعا عايز بس قبل ما اقفل كده انا طبعا بقول يعني الله يرحم كابتن ابراهيم. كابتن اسماعيل النهارده كان نفسه ان الفرقه تكسب وتحقق نتيجه ايجابيه عشان نهدي الفوز ده للذكرى بتاعت الذكرى الثانيه لكابتن ابراهيم يوسف، فالله يرحمه طبعا. احنا ان شاء الله هنرجع يوم الاثنين الساعه 5:30 الصبح ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن. بكره بالليل من جوهانسبرج الساعه 9:30 ونوصل ان شاء الله مطار القاهره الساعه 5:30. طيب يعني المكافآت بقى اللي يعني كابتن او المستشار مرتضى منصور اتصرفت خلاص؟ انت اللي معاك الفلوس؟ والله بص انا اقول لك حاجه، المستشار مرتضى منصور بيصرف مكافآت والله يعني على طول. انا مش بقول كده الشكل مجروحه، لكن هو الراجل ما بيتاخرش علينا في اي حاجه، وهو وعد وكل ما بيوعد بصراحه على طول. فمجرد ان احنا ننزل مصر ان شاء الله اللعيبه هتلاقي حاجتها زي كل مره. على العموم يعني لسه ما اتصرفتش.
طيب ماشي يا كابتن. لا ما هيصرفوا هنا فين؟ بره. طيب انت كابتن، عارف جنوب افريقيا والمصاريف، انت رحت وشفت الدنيا عامله انا ازاي. بلد حلوه قوي، بلد حلوه قوي لا بلد حلوه وغاليه. وغاليه، صح، وغاليه يا كابتن حماد، وانت راجل فييس انا عارف. تيجي بالسلامه يا كابتن حماد، شكرا جزيلا. شكرا جدا. شكرا يا كابتن حماد، ومبروك، الف مبروك. طيب ده الزمالك يرجعوا ان شاء الله الرحمن بالسلامه، والاهلي ان شاء الله الرحمن يحقق نتيجه كويسه، وسموحه كمان يحقق نتيجه كويسه زي ما الزمالك وصل للنقطه 6 ان شاء الله الرحمن، او النقطه السادسه، الاهلي يوصل للنقطه السادسه بكره ان شاء الله الرحمن، او يتعادل، ده ايجابي وكويس في دوري المجموعات، او سموحه ان شاء الله الرحمن برضو يتعادل او يكسب في دوري المجموعات. مهم قوي تكسب الثلاث مباريات اللي على ارضك، ثلاث لقاءات اللي على ارضك، وتحاول تخبط مباراه بره، يعني تتعادل تكسب. لو كسبت زي ما عمل الزمالك بنسبه كبيره تعدي 90%. انا بقول ان الزمالك وصل بنسبه 95% لدور الاربعه، وكاول مجموعه كمان مش تاني، بعد تعادل ليوبار، لان دي خدمته، عطلت الصفاقسي كتير جدا جدا، ووقفت ليوبار عند نقطه وحيده، والصفاقسي عند نقطه وحيده، وبالتالي الزمالك فرق 5 نقاط على الصفاقسي، وفرق 5 نقاط على ليوبار، وفارق ب3 نقاط صحيح على اورلاندو، لكن اللقاءات المباشره ان شاء الله الرحمن كمان تبقى لصالح نادي الزمالك. نفس الكلام بالنسبه للنادي الاهلي، فاز اللقاء الاول عن جداره واستحقاق، فوز كبير جدا على الترجي التونسي، ما اتحققش غير مره واحده بس في 2007، فوز بثلاثيه كبيره قوي، ولو جون يعني احمد عبد الظاهر او مؤمن زكريا اسف كان جه بدري شويه كانت ممكن توصل للنتيجه ل5-6، لان الترجي ما فيش اسوأ من كده، عمره ما كان بالحاله ديت ولا هيكون بالحاله ديت، وخصوصا بعد ما تعاقد مع مجموعه من اللعيبه الاكفاء جدا جدا، طبعا يتميزهم او على اولهم على راس المتعاقد معاهم نادي الترجي هو فخر الدين بن يوسف، اللي جماهير الصفاقسي متضايقه قوي وزعلانه قوي بحكم انتقاله لنادي الترجي. الاهلي كمان في شهر 8 هيبقى مختلف، والزمالك هيبقى اقوى، يعني ده هيبقى قوي جدا وده هيبقى اقوى، يعني الاهلي بعد صفقه ايفونا، بعد صفقه جون انطوي، بعد صفقه صالح جمعه، لو كتب لها التوفيق في الفتره اللي جايه، لان هي اوشكت خلاص. نادي انبي ترك الموضوع لصالح جمعه، لرغبه صالح جمعه، الرغبه تبقى عند صالح جمعه، فيعني هو اللي هيقول، ورغبته هتبقى الاهلي او الزمالك، حتى لو كان المعروض من نادي الزمالك اكتر من النادي الاهلي، لكن رغبه اللاعب لو رايح للنادي الاهلي هيبقى لصالح النادي الاهلي، او العكس لو كان المعروض من النادي الاهلي اكتر من المعروض من نادي الزمالك بس رغبه اللاعب تروح للزمالك هيبقى انتقاله للزمالك. فهنشوف الدنيا ماشيه ازاي مع صالح جمعه. حالة اللعيبة اللي قدامكم حالة كويسة بعد انضمام اللعيبة اللي قلت عليها، والمهم عند النادي الأهلي في البطولة الأفريقية إن هو لازم يدعم صفوفه بمدافع ووسط ملعب مهم قوي قوي قوي. جون أنطوي لعيب رائع، جون ايفونا لعيب متميز جدا، وهننتظر ونصبر ومفيش مشكله اطلاقا، لكن الملعب محتاج مراكز تانية، الملعب كمان محتاج غير الاثنين دول، ممكن يبقى محتاج واحد في نص الملعب، محتاج سيرد باك مع سعد سمير مع شريف حازم مع محمد نجيب. زي ما قلت لكم النهارده نادي الزمالك بعت جواب رسمي لحرس الحدود، يعني عشان احمد حسن مكي واحمد صبري، بعت جواب كمان لنادي انبي عشان كهربا، عشان عمرو الحلواني، عشان احمد رفعت، لاعب نجم كبير ولاعب كويس قوي 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 قوي، سنه صغير بس ان شاء الله الرحمن اللي جاي بالنسبه له لو الدنيا اتظبطت من حيث التركيز هتبقى احسن كتير. على التليفون احمد رفعت. يا ابو حميد ازيك؟ كل سنه وانت طيب. الو يا ابو حميد ازيك؟ كل سنه وانت طيب. ازيك يا ابو سيد؟ وحضرتك طيب؟ كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب يا كابتن. اولا انت امكانيات رائعه جدا وهايله قوي، محتاج بس ايه تتظبط شويه المفتاح بس بتاع الدماغ كده، حد يعرفه هو فين، يعني عشان نحط المفتاح ونبدا نحط اي مفتاح بس المفتاح في دماغك كده نشوف الدنيا ماشيه ازاي. ماله يا كابتن؟ زعلان شويه، مقموش شويه، امكانياتك ايه؟ بتنزل بتعمل الفارق على طول يا احمد، يعني لما بتنزل طبعا بيبقى في فارق كويس قوي قوي لفرقتك، يعني ما شفناكش بشكل اساسي مع طارق العشري على طول، ما شفناكش بشكل مستمر على طول من البدايه، لكن كامكانيات وقدرات من ايام ربيع ياسين، على فكره من ايام كابتن ربيع ياسين مش ايام كابتن طارق يحيى، انا اسف طارق العشري. هو بس يا كابتن انا مع كابتن طارق لما كنتش بلعب من البدايه، انا دايما كنت بنزل الشوط الثاني في اخر 10 دقائق او اخر ربع ساعه. ده كان دايما بيحصل كده، ما كنتش ببتدي المباريات خالص لحد اخر 4 ماتشات في الدوري، يعني انا ما ابتديتش بس الدوري ده غير ماتشين. تمام. طول الدوري كنت احتياطي، كنت بنزل يعني. تمام. بس هي كانت سنه كويسه طبعا الحمد لله،
وحققنا مركز كويس مع انبي. و يعني انت لوحدك جايب حوالي بتاع 12 نقطة يعني اعتقد في سموحة وبتروجيت وحاجات كده يعني، والجونة يمكن ان لم تخوني الذاكرة في كمان في واتحاد الشرطة، مش يعني في لقاءات كده افتكرها او انساها، لكن في لقاءات كانت في الدقيقة 93 في الدقيقة 92 في الدقيقة 90 كلها كانت باقدامك انت يا احمد. الحمد لله يا كابتن. هو دايما بقول لحضرتك انا كنت دايما بنزل الشوط الثاني، فالوقت كان بيبقى قليل جدا، بس كنت دايما ببقى مبسوط في وقت انه يعني الفرقه مثلا متعادله 1-1 او 0-0 فنكسب الماتش، فكنت بحاول اجتهد على قد ما اقدر ان انا لعيب مهاجم حضرتك عارف، فالدور اللي مطلوب مني في الوقت ده ان انا اجيب جون يعني، او على الاقل اعمل جون. فالحمد لله ربنا وفقني في معظم الماتشات اللي كنت بنزلها، قدرت اجيب جوان والحمد لله كسبنا بيها. فالحمد لله كانت سنه كويسه وحققنا مركز كويس يعني الحمد لله. طيب يعني في جواب او حاجه رسميه راحت النهارده الانبي، حد بلغك بحاجه؟ نادي الزمالك تقدم بعرض رسمي لشراء احمد رفعت، حد اتكلم معاك من اداره نادي انبي يا ابو حميد؟ لا خالص يا كابتن، محدش كلمني. طيب ما كلمونيش. طيب هسالك سؤال يعني انا مش مساله مش عايز اساله، بس وضع طبيعي جدا ان الناس تبقى عايزه تعرف الرد. احمد رفعت رغبته ايه؟ رغبته ان هو يبقى في الاهلي في الزمالك، ولا اللي يدفع اكتر، ولا بالنسبه لك مش فارقه؟ يعني انت شايفها ازاي يا ابو حميد الفتره اللي جايه؟ بص يا كابتن، هو انا يعني انا من وانا صغير كنت زملكاوي، كنت بشجع الزمالك انا وعيلتي. بس انا لعبت في النادي الاهلي وانا عندي 10 سنين. لعبت في النادي الاهلي؟ لما لعبت كوره يا كابتن وابتديت اخش في الموضوع يعني فهمت انه النادي الاهلي ونادي الزمالك هم اكبر ناديين في مصر، وكل اللعيبه في مصر اللي ما بتلعبش في الاهلي والزمالك بيبقى نفسها تلعب في الاهلي والزمالك لو ما احترفتش بره. تمام. فهم دول اهم ناديين في مصر، واتمنى العب في الاهلي او الزمالك يعني. وده كلام حقيقي وواقعي وخلاص. واحنا في بعد 2000 بقى او في 2015 يعني، اصل طب وانت بتحب ايه؟ اصل طب وجالك ايه؟ اصل في الاخر اللي هيتمسك بيك ولا يكون انت بتدور اول حاجه على فرصه لعب ليك يعني. تمام. بتدور على المكان اللي هتلعب فيه اول حاجه، ثاني حاجه بتدور على المكان اللي هتقدر تاخد فيه فلوس كويس. تمام. كل اللعيبه بتفكر كده، كل الناس بتفكر كده دلوقتي. فانا اول حاجه بفكر فيها الاقي مكان العب فيه يعني، او الاقي مكان فرصه اللعب بتاعتي تبقى كبيره. بعد كده فلوس يعني. بالتاكيد. وفي الاخر الاهلي زي الزمالك يعني، اللي هيبقى اكثر جديه هو اللي هتروح له. مظبوط. اكيد يا كابتن، اللي هيلاقي فرصه لعب فيه اكتر اكيد. طيب هو انت ده المكان اللي قلت لي في سياق الكلام ان انت كنت من ناشئين النادي الاهلي. قعدت قد ايه في ناشئين النادي الاهلي يا ابو حميد؟ قعدت 5 سنين. 5 سنين؟ انا 9 سنين لحد 14 سنه. مين بقى كان مدربينك؟ كان مدربي كابتن بدر رجب. كابتن بدر رجب وكابتن عمرو انور وكابتن عادل عبد الرحمن. طيب انت مشيت وانت عندك 14 سنه؟ وانا عندي 14 سنه. مين كان ماسك الفرقه بقى؟ كان ماسك الفرقه ساعتها كابتن محمد سعد، مدربي في المنتخب. متشكر يا كابتن محمد، نورت المحكمه. متشكر يا كابتن محمد. طيب المعلومه لا بس هو ساعتها هو ما كانش يعرفني ساعتها يعني. حتى انا ما اتمرنتش معاه خالص غير تمرينتين. بس كانوا واخدين قرار باللعيبه اللي هتمشي ساعتها. فانا مشيت، ما اتمرنتش معاه غير تمرينتين بس، بعد كده مشيت وبعد كده بدأت في المنتخب بقى. طب وهم كانوا لغوا الفرقه كلها ولا كانوا بيمشوا افراد بس؟ كانوا لغوا المواليد بتاعه السنه ده خلوا حوالي 12 او 13 لعيب. بس ما كنتش منهم يعني. انت جيل بقى تريزيجيه مظبوط ومشيت انت؟ انا اكبر منهم سنه. انا اكبر انت جيل رامي ربيعه؟ جيل رامي تمام. فمشيت انت بقى ومشي كمان معاك كهربا مظبوط؟ مش كهربا مشي السنه اللي بعديها. السنه اللي بعدها. طيب رحت الاول. على العموم يعني. طيب الحاجه الاخيره بقى، عندي معلومه ما اعرفش بقى انت تاكدها لي لا، ان انتوا قعدتوا مع المستشار مرتضى منصور وان انتوا وقعتوا في انتظار بس العروض الرسميه لنادي انبي، صح ولا غلط؟ لا يا كابتن، انت حضرتك عارف انا بلعب في انبي دلوقتي وليا عقد شغال مع انبي. ما ينفعش ان انت تمضي في اي نادي الا بموافقه النادي بتاعك. فانا بقى زي ما قلت لحضرتك من شويه انه كل اللعيبه بتتمنى تلعب في الاهلي او في الزمالك لو ما فيش احتراف. تمام. فانا مستني بس انبي يوافق وبعد كده ان شاء الله اكيد همضي يعني. طيب هل عرض الزمالك بس هو الوحيد المحلي؟ يعني عندك عروض خارجيه بره مصر خالص او في عرض مع الزمالك تاني؟ في يا كابتن، في عروض من بره مصر وهنا في مصر في عروض برضو ثانيه. نادي الزمالك بيتكلم.
حد كلمك وفي ناس مثلا، كلمتني من حد النادي كلمك الأهلي. حد بعت حاجه رسميه يعني؟ هل لا انا ما اعرفش اي حاجه رسميه والله يا كابتن. يعني انا اي حاجه رسميه بتروح على النادي والمفروض ان هم يبلغوا اللعيب، بس انا لحد دلوقتي مفيش حد بلغني، فيا اما في حد بلغني او مفيش حاجه اصلا. بص، تمام. انت يا ابو حميد لعيب هايل جدا ورائع جدا. الله يخليك انا كابتن، متشكر. بالامانه والله، بس برضه هرجع واقول لك قبل ما انسى يعني انت خدت مكالمات من اي حد؟ يعني الاسماعيلي كلمك، الاهلي كلمك، حد كلمك ولا حتى؟ في ناس كتير كلمتني يا كابتن. لا مسؤولين، بس مسؤولين آه من نادي الزمالك كان في من الزمالك فيه، لكن في حد تاني غير الزمالك؟ لا طيب الكلام اوكي. كله كان عن طريقه وكلام. طيب اوكي، يبقى الزمالك الاكثر جديه خلاص. طيب بالظبط. الحاجه الثانيه بقى، تعالى يعني خد الكلام وفكر فيه شويه. انت عندك اوكي. دلوقتي مواليد 93، يعني عندك حوالي 22 سنه، احسن تمام. فترات عمرك، احسن ايام حياتك. يعني بعد شويه هيبقى فيه النضج الكروي، النضج الفني. يعني دلوقتي الحماس الشباب وحاجات الريتم بتاعت الشباب اللي ممكن يا احمد تبقى ايه يعني بتيجي لواحد والتاني لا، لكن انت عندك الامكانيات والقدرات ما شاء الله. محتاج بس تقعد مع نفسك شويه، اقعد مع نفسك كده وقول انا عايز ايه، مالكش دعوه باللي هيعمله المدرب. ممكن تنتقل لنادي الزمالك او تروح حته خارج مصر خالص على فكره، فتقابل مدرب مش مساله مش مقتنع بيك في الاول، لكن بيحدد لك يعني الاوقات اللي تلعب فيها انت بقى وشطارتك يا محمود. وده انا قابلته دلوقتي يا كابتن. انا قابلته اوريدي قبل ما اروح في اي حته. انا قابلته في انبي مع كابتن طارق. انا بقول لحضرتك انا قعدت السيزون كله ما لعبتش غير ماتشين بس من اول الماتش واخر ماتشين. تمام. يعني انا قعدت سنه كامله يا كابتن بنزل، ولما بنزل بلعب كويس. يعني هو المفروض ان انت لما بتلعب كويس يا كابتن لما بتنزل، يعني انت كلاعب لو عايز تحسن دورك في فريقك المفروض ان انت لما بتحاول ان انت تاخد يعني تلعب كويس عشان تاخد وقت اكبر. تمام. انا كنت بلعب كويس والماتشات اللي كنت بنزلها كنت بجيب فيها اجوان وبنكسب بيها، ومع ذلك برضو الوقت بتاعي كان بيبقى زي ما هو. فهو انا كابتن طارق لما اتكلم معايا قال لي ان هو انا عايزك، انا مقتنع انه انت لما تنزل الشوط الثاني في وقت معين انا بثق فيك وعارف ان انت لما تلعب في الوقت اللي احنا هيبقى عندنا مشكله فيه هتقدر تأدي كويس. انا سمعت كده ونفذته اوريدي. فانا متقبل الحاجات دي كلها، وعارف طبعا انه المدرب يعني انا ماليش تدخل في اي حاجه المدرب بيقولها، هو مسؤول. وبعدين احنا ب 30 لعيب في الفريق، فلو كل لعيب فكر ان هو لازم يلعب هتبقى مشكله كبيره للمدرب والنادي. يعني دي احنا فاهمها كويس يا كابتن. تمام. الموضوع اللعب ده لا ما فيهوش مشكله خالص. سؤالي بقى يعني انت بلغت اداره انبي ولا هم اساسا لسه ما سالولكش ان انت مثلا يعني رغبتك تلعب في نادي الزمالك؟ لو حد سالك فيها ولا لسه؟ لا ما سالونيش والله كابتن. هو حتى لما سمعوا انه يعني لما سمعوا الكلام من المواقع والكلام ده كله اتكلمت مع كابتن عبد الناصر ومع رئيس النادي. فلما اتكلمنا قالوا ان احنا الدوري هيخلص وهنقعد نتكلم، ولو في حاجه جايه لك هنقعد نتكلم فيها وهنشوف رغبتك ايه وهنشوف العروض اللي جايه ايه وزيها ايه وبعد كده نحدد يعني. فانا كل ده مستني ان الدوري يخلص. حضرتك لسه ماتش مع النادي الاهلي يوم 4/8 تقريبا. بعد الماتش ده هنقعد نشوف يعني ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن. ابو حميد احمد رفعت مهاجم نادي انبي، كل التوفيق لك باذن الله. طيب ده كان كلامنا وكلام مهم مع احمد رفعت، لعيب ان شاء الله الرحمن لعيب هايل يعني. طيب نروح لمالي تاني، والزميل احمد الدرملي المتواجد والناقد الرياضي بجريده الشروق، وراجل من فريق اعدادنا هنا، يعني فريق اعداد كلام في الكوره. ابو حميد مساء الخير ووحشتنا. مساء الخير يا كابتن سيد، وانت كمان مساء الخير على كل مشاهدي كلام في الكوره. طيب عايز اقول لك يعني من ساعه ما سافرت الايام عدت بسرعه جدا وكانها ثانيه، يعني اكنك كنت مبوظ لنا الشغل الامانه يعني. طب كويس. طب خليني جايب هنا على طول، ما احنا في 2012 يا كابتن. والله هتفضل غصب عنك مش بمزاجك. مالي اللي بيروح مالي ما بيرجعش، انت عارف. ايوه. ايه الاخبار عندك ايه يا ابو حميد؟ لا عايز اقول لك من اخر حاجه النهارده، عشان انت عشت المأساة دي قبل كده في مالي في 2012. النهارده القنصل المصري محمد خوزع صدمني لما كنت بتكلم معاه قبل التمرين النهارده، وقال لي انت تعرف ان قال لنا في حاله الطوارئ في مالي. فبقول له يا نهار ابيض ازاي؟ قال لي فعلا قبل بعثه الاهلي ما توصل بيوم في مشاكل في الشمال هنا، انت عارف باماكو هنا في الجنوب بعيد عن المشاكل، فقال لنا في الطوارئ. فقلت له ربنا يستر لحسن احنا لينا ذكرى أليمة هنا. عايز اطمنك بقى. طمنتني ايه بس؟ هتطمني ايه ده؟ انت خوفتنا. ان شاء الله خير ان شاء الله الرحمن. طيب قول لي الدنيا ماشيه ازاي تاني؟ اخر حاجه من حوالي نص ساعه كده كان في محاضره فنيه، دي تاني محاضره اليوم الثاني على التوالي الكابتن فتحي مبروك. اتخرجوا على اجزاء من المباريات للملعب المالي، يمكن اخرهم مع نجم الساحلي المباراه اللي فاتت. الكابتن فتحي مبروك استقر بشكل كبير على يمكن خطه والتشكيل خد بيه المباراه.
يمكن النهارده بان قوي في ملعب المباراه كابتن سيد اللي هو مجيبو كيتا اللي هتلعب عليه المباراه ان شاء الله هتبقى 6:30 بتوقيت القاهره، 4:30 بتوقيت مالي. واضح جدا كابتن فتحي مبروك بيفكر انه يلعب بثلاثه في قلب الدفاع كابتن سيد. يعني شريف حازم في التقسيمه النهارده كان بيلعب طول التقسيمه مدافع ثالث. فواضح ان الكابتن فتحي لما اتكلمنا معاه قال ان خط يعني تقصد ان هو ممكن يلعب بالليبرو يعني؟ ممكن يلعب بالليبرو. ممكن يبقى شريف حازم ليبرو او قدام السردباكين، مش شرط يبقى خلف السردباكين، ممكن يبقى قدامهم يعني. لكن طول التقسيمه كان مركز على انه بيلعب بثلاثه في التقسيمه. واضح بقى ان هو عندهم سرعات ولا حاجه عايز يتجنبها كابتن. عندهم سرعات، عندهم 2 مهاجمين كويسين ولاعيب بيجي من نص الملعب كويس. سليمان تراوري ده لعيب كويس قوي، عايز يامن. طيب ماشي، يعني خليها متروكه للكابتن فتحي مبروك، يعني هو الراجل اللي ادرى بيها. عندك درجه الحراره عامله ازاي؟ يعني هيلعبوا بكره برضو في الصيام والساعه 4:30 بتوقيت مالي، درجه الحراره عاليه؟ طبعا والله يا كابتن سيد انت بتشوف هنا كل فصول السنه، يعني درجه الحراره ممكن تعدي ل 40. واول يوم وصلنا هنا اللي هو اول امبارح كانت درجه الحراره اكتر من 40. اول ما رحنا الملعب سيول نزلت وامطار بوظت التمرين وكانت حاجه صعبه جدا يعني. انت بتشوف كل اجواء السنه هنا في اليوم الواحد. والملعب واضح ان هو فيه كان امطار اهيت شايفينها. طيب المغرب على كام في توقيت في مالي؟ 7:10 زي عندكم، بس الفجر هنا على 5:10. ماشي كويس. عايز اقول لحضرتك على شويه اخبار سريعه يا كابتن. اتفضل. اولا كابتن فتحي، كابتن وائل جمعه كان النهارده في الاجتماع الفني في المباراه. طبعا اعتذروا هم الجانب المالي، اعتذر النهارده عن اللي حصل امبارح، لان امبارح الاهلي كان في مشكله كبيره جدا، راح ملعب عشان يتمرن عليه لقاه سيء جدا، فراح للاتحاد المالي، الاتحاد المالي وفر له ملعب اللي هو بتتمرن عليه المنتخبات، المنتخب الكبير والمنتخبات الاولمبي والشباب. اول ما رحنا الملعب مسؤول الملعب هناك رفض شكلا وموضوعا ان الاهلي ينزل يتمرن، وقال لي انه ما عندوش تعليمات من الاتحاد المالي ان الاهلي يتمرن. حاول الكابتن وائل جمعه وبعض المسؤولين هنا اللي شغالين في السفاره او السفير والقنصل كانوا موجودين معانا، الراجل رفض بشكل كامل. اضطر الاهلي يرجع ثاني للملعب السيء اللي كان رافضه في الاول. التمرين ما خدش حوالي ربع ساعه يا دوب فك عضلات لان الارض سيئه جدا. كابتن وائل جمعه النهارده قال انهم قدموا للاهلي اعتذار عن اللي حصل امبارح، وقال بس جزئيه مهمه جدا هو متخوف منها في مباراه بكره يا كابتن سيد، انهم يعني هم حاسين انهم اتظلموا جدا في مباراه الملعب، مباراه النجم الساحلي لما اتظلموا من التحكيم هناك. الاحساس ده خايف يكون هيأثر على حكام بكره، حكام من بوروندي بكره يعني. فدي نقطه مهمه يعني كان قلقان منها. اتفضل كابتن وائل جمعه. اتفضل يا احمد. عايز اقول لك كمان ان هنا عمل يعني القاعه بتاعت الطعام اللي الاهلي بيفطر وبيتسحر فيها تم تخصيصها برضو للصلاه، بيصلوا هنا القيام الجهاز الفني واللعيبه. كابتن فتحي مبروك بيقوم اللعيبه والجهاز الفني صلاه العشاء، وكابتن وائل جمعه بيقوم البعثه في التراويح. اجواء كويسه جدا هنا النهارده يا كابتن سيد ان شاء الله. يعني اللعيبه متفائله الى حد ما رغم الجو صعب والملعب صعب جدا، حضرتك شفته طبعا ورحت قبل كده. الامور رغم انها صعبه لكن اللعيبه ان شاء الله يعني حاسين انهم ممكن يعملوا حاجه ان شاء الله، هيحققوا نتيجه ايجابيه حتى لو تعادل هيبقى مقبول جدا في ظل الظروف دي. طيب عندك لا قدر الله حد اشتكى من حاجه، حد عنده حاجه برد، اصابه لا قدر الله، جهاد، كله الامور كويسه الحمد لله؟ لا الحمد لله كل اللعيبه كويسه، حتى حسين السيد اللي تخلف عن البعثه ولحق بيها امبارح موجود واتمرن النهارده بشكل كويس جدا، وان شاء الله كل اللعيبه جاهزه للمباراه ان شاء الله بكره. طيب يعني في حد من الجاليه المصريه المتواجده ولا انتم معاكم شيف مثلا عم الشيف محمد ولا حد بيجي؟ الشيف محمد الدالي موجود معانا، ما انت عارف يا كابتن سيد الراجل يعني عامل شغل كويس جدا في الفطار والسحور، مفيش اي شكوى من الطعام، دي حاجه مريحه جدا، حاجه مريحه بس الاهلي خالص يعني. طيب العوده هتبقى امتى يا ابو حميد؟ في كمان بعض الاخبار اللي يمكن تخص زي ما حضرتك انفردت قبل كده خبر جده انه استلم عقوده من الكابتن علاء الصادق. سمعت النهارده يعني من احد المسؤولين هنا ان في اتجاه لان يتعمل عقود جديده لجده ويكمل مع الاهلي ما يمشيش ان شاء الله. وفي كلام كمان ان ممكن شريف عبد الفضيل يتجدد له بعد الفرقه ما ترجع من مالي ان شاء الله. طيب الرجوع امتى؟ العوده ان شاء الله يعني يوم الاثنين الساعه 9 بالليل. فرقه ان شاء الله بكره بعد المباراه السفير
ناصر حمزاوي عازم البعثه على الفطار ان شاء الله. يفطروا عند السفير وبعد كده يتوجهوا للمطار. هنرجع كازابلانكا 10 ساعات ترانزيت هناك في المغرب، وبعد كده البعثه ترجع الساعه 9 بالليل ان شاء الله القاهره يوم الاثنين. معنى كده ان انتوا هتطلعوا من الملعب على السفير على طول؟ الملعب مباشره على السفير ثم الى المطار ان شاء الله، المطار باماكو، وبعد كده كازابلانكا 10 ساعات او 9 ساعات ترانزيت، وبعد كده العوده يوم الاثنين ان شاء الله الساعه 9 القاهره ان شاء الله. احمد درملي او الزميل احمد درملي، شكرا جزيلا ليك. طيب كل التوفيق ان شاء الله الرحمن للاهلي، باذن الله يحقق نتيجه كويسه، يبقى التشكيله الامثل او التشكيله المتوقعه للقاء بكره ان شاء الله الرحمن الاهلي والملعب المالي هتبقى شريف اكرامي، شريف حازم، محمد نجيب، سعد سمير، من خلال مراسلنا احمد الدرملي ان ممكن شريف حازم يلعب تحت محمد نجيب وسعد سمير كاليبرو صريح، او يلعب قدامهم يعني كاليبرو لنص الملعب بقى يعني. وده واضح جدا ان يبقى في سرعات لفرقه مالي. كابتن فتحي مبروك مش هيعمل كده غير لما يكون في سرعات عايز يتجنبها، وخصوصا في غياب حسام عاشور كمان. وناحيه اليمين باسم علي، ناحيه الشمال صبر الرحيل وحسام غالي، ومعاه عبد الله السعيد ومؤمن زكريا ورمضان صبحي وراس حربه عمرو جمال. كل التوفيق ان شاء الله الرحمن للاهلي. ما تنسوش كمان ان في لقاء في منتهى الاهميه يخص طبعا فرقه مصريه مهمه جدا، هي فرقه سموحه، وخصوصا بعد فوزها الاول على المغرب التطواني بتقابل المرشح الاقوى للفوز بالبطوله، بطوله 2015 هو الهلال السوداني. الهلال السوداني ما كسبش ابدا البطوله، ابدا ما كسبش بطوله دوري ابطال افريقيا ابدا، يعني وصل للنهائي لكن خسر من الاهلي لو تفتكروا سنه 87 بهدفين لا شيء هنا في استاد القاهره، بعد كانت النتيجه الاولى في الخرطوم 0-0. فاذا الهلال السوداني ما حصلش على البطوله اطلاقا، لكن السنه دي المرشح الاقوى في غياب الاهلي، في غياب الزمالك، في غياب الترجي، في غياب الصفاقسي، في غياب مجموعه 3 فرق، الزمالك والاهلي وسموحه. نختم بقى بالاخبار المحليه. هتوحشنا الجونه، هيوحشنا مسؤولين الجونه، هيوحشنا الحاج احمد الصحيفي تحديدا، يعني هيوحشنا ملعب الجونه هبط رسميا لدوري القسم الثاني بعد هزيمته النهارده من وادي دجله. وادي دجله بيدي مثال رائع جدا، مصر المقاصه بتدي مثال رائع جدا. الكوره اتلعبت للمتعه، الكوره اتلعبت ابدا مش للتربيطات ولا الكلام الفارغ ده ولا الكلام العبيط. وانا دايما سياسه المؤامره ما بحبهاش ابدا في الشغل الرياضي. سياسه المؤامرات دي بتبقى في الامور السياسيه، بتبقى في الدول، بتبقى في الحاجات الكبيره، واحنا مالناش بين وادي دجله والجونه. خرج الجونه من الحسابات، وخرج الجونه من دوري الاضواء والشهره. الفرقه اللي تعادلت مع الاهلي السنه دي، الفرقه اللي تعادلت مع الزمالك السنه دي، الفرقه اللي هي بقى لها 4 سنين بشكل كويس قوي ماشيه في الدوري، لكن اخر موسمين كان في مؤشر خطر على فرقه الجونه، بس في النهايه نزلت الجونه يعني ملاحقه للرجاء والاسيوطي ودمنهور والنصر. على التليفون واحد كانت اعصابه النهارده بالتاكيد كلنا حاسين بيها، وليه لا، وهو كان الراجل اللي كان في المربع الذهبي السنه اللي فاتت كفريق بتروجيت، الراجل اللي حقق 7-8 انتصارات متتاليه، الراجل اللي تعادل برضه مع الاهلي، والراجل اللي تعادل مع الزمالك، واللي بيحقق نتائج كويسه جدا، واللي عامل فرقه هايله جدا. لكن لاخر مباراه ما حدش كان متوقع ابدا ان هو كان ممكن يهبط النهارده. كابتن رمضان السيد، اقول لك مبروك يا كابتن رمضان. خليك يا كابتن سيد، شكرا. يعني كنت هبقى زعلان قوي على المستوى الشخصي ان انت تنزل بعد العروض اللي قدمتها دي يا كابتن رمضان. والله يا كابتن سيد فعلا يعني لا حد متابع للكوره ولا مشجع ولا محلل ولا مقدم برنامج ولا اي حد في مصر كان حاططنا في الحته دي خالص. اي حد كان يتكلم عن لا يقول لك بتروجيت بعيده. للاسف الشديد يمكن دي يعني والله يا كابتن سيد احنا هنقعد ان شاء الله باذن الله مع مجلس الاداره وهنقول احتياجاتنا ايه، وهم كمان يعني متابعين طبعا بشكل قوي جدا، وهنشوف احتياجاتنا ايه وهندعم بايه ان شاء الله باذن الله. ودي نقطة مهمة جدا 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 جدا، لأن احنا رغم الأداء القوي جدا اللي احنا أديناه السنة دي، لكن احنا عندنا مشكلة إن احنا لعبنا المسابقة طوال السنة ب 14 لعيب. يا نهار أبيض، حاجة صعبة جدا 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 يعني لو عملت إحصائية هلاقي اللي شارك 14 لعيب؟ 14 لعيب، 14 لعيب هم اللي مشاركين في اغلب المباريات. ده عدد قليل قوي في 38 اسبوع. طبعا عدد قليل، واللعيب اللي هو الحقيقه الاساسي اللي بيطلع بيبقى صعب جدا ان انت بتعوضه يعني. ده انت لعبت افريقيا كمان.
نعم لعبت كمان افريقيا، يعني انت عدد المباريات زاد. بالظبط يا كابتن. طيب هل في مثلا يعني تفكير لو جاء عروض لمحمد رجب، لبيكلي، لجيمس تيدي مثلا، لو في عروض مناسبه ولا حاجه، في تفكير ولا الموضوع منتهي؟ انا عايز ادعم اكتر يا كابتن. لا هو الحقيقه يعني احنا قلنا ان اي حاجه بتيجي بتتعرض على مجلس الاداره وبنشوفها هل هي في مصلحه النادي او مش في مصلحه النادي. لو في عروض لمصلحه النادي مفيش مشكله، لكن احنا التفكير ان احنا نعمل تيم قوي للموسم اللي جاي ان شاء الله الرحمن. كابتن رمضان حاسس بيك والف مبروك البقاء، يعني كنت عايز اقول لك الف مبروك. ان شاء الله الرحمن اللي جاي يبقى احسن. شكرا جزيلا ان شاء الله يا كابتن سيد. شكرا. طيب هارد لك الجونه، معلش زي ما قلت برضه هقولها المره الاخيره بقى، هتوحشنا بجد وهيوحشنا كل حاجه في الجونه، ناس يعني على اعلى مستوى من التعامل والاحترام، ولكن هي كره القدم كده. بكره ان شاء الله الرحمن في نفس الميعاد، يومنا خلص النهارده من كلام في الكوره. يا رب ان شاء الله الرحمن نبارك لفرقنا في افريقيا زي ما باركنا للزمالك النهارده وفوزه على اورلاندو، نبارك الاهلي على فوزه او نتيجته الايجابيه مع الملعب المالي، ونبارك كمان او نبارك لسموحه بفوزه على الهلال السوداني او تعادله ان شاء الله الرحمن كنتيجه ايجابيه. يومنا خلص النهارده، بكره ان شاء الله الرحمن كلام جديد وكلام في الكوره على شاشه CRT في نفس الميعاد. تصبحوا على خير.